بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي عشاق الكرة مع محترم، أنا النهاردة حبيت أتكلم معاكم في موضوع شاغل الرأي العام وشاغل السوشيال ميديا كلها، ألا وهو الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. طلع الكابتن حسين لبيب مع الكابتن سيف زاهر وقال نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. اللي مش معتبر كده، اسف في اللفظ، ما بيفهمش في الرياضه، ما بيفهمش في الرياضه. طب عايزين نعرف يا كابتن حسين لبيب، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر بمناسبه ايه؟ بصفه ايه؟ بصفه التاريخ ولا بصفه المساحه ولا اكبر قلعه رياضيه في مصر في البطولات ولا اكبر قلعه رياضيه في مصر في الشعبيه ولا اكبر قلعه رياضيه في مصر في التاريخ؟ انهي اكبر قلعه رياضيه؟ فكرتنا بالمستشار مرتضى منصور ايام اليافطات نادي القرن الحقيقي، ورحنا نجري في وزاره التموين نسجلها وشيل اليافطه وحط اليافطه زي ما حضرتك رحت تسجلها في وزاره التموين اللي اكبر قلعه رياضيه في مصر، رفضوا يسجلوها. عايز اقول لحضرتك حاجه، بدون الزمالك والاهلي في الكره المصريه مفيش كوره. انا ماليش دعوه بحد تاني، انا ليا دعوه بالنادي اللي انا لا انا بتكلم، وهو نادي الزمالك. الكابتن سيف زاهر بيلمها معاك فبيقول لك ده الزمالك والاهلي اكبر قلعتين، ما اديتوش فرصه حتى يرد يقول لك. قلت لا، انا ما تكلمنيش غير على الزمالك، واللي ما بيفهمش غير كده يبقى ما بيفهمش كوره، وانا مش هسكت. عرفني يا كابتن يا حسين لبيب، انا بقيت برضو الاحظ حاجه من الزملكاويه كاداره كلعيبه كاداره فنيه، دايما كل ما بياخدوا بطوله بيسموا بدلنا، لازم يطلعوا لنا بالفاظ غريبه. لما يطلع الكابتن شيكابالا ويقول احنا الواحد مننا ب20، انت اللي قلت كده صح؟ فاحنا الواحد مننا ب20 فعلا. عايز اقول لك حاجه يا كابتن شيكابالا، اللي بيعدي جنب سور النادي الاهلي ب100 واحد منك، مش ب100 بطوله. مش انت حضرتك اللي تقول الواحد مننا ب20. ممكن حضرتك تكون اخلاق، ممكن حضرتك تبقى مؤدب بلا الملعب، لكن احنا من ساعه ما عرفناك ما شفناش لا في الاعلام ولا في الملعب صفه من صفات الاسطوره زي ما هم بيلقبوك بالاسطوره. الاسطوره يبقى في افعاله بره الملعب، جوه الملعب يحافظ على لسانه، يحتوي الاخر، يتكلم كلام محترم، ما يتكلمش كلام عشوائي. حضرتك انت من 2002 ما شمتش افريقيا، ومش عايز اطول في موضوع حضرتك لان الكلام كثيرا، ارقامك السلبيه سيئه كتير، وفي حلقه هبقى اجمع لك جميع ارقامك السلبيه. يا ميت يا ميت. لما يطلع الكابتن محمد عبد المنصف ويقول انا بقول لكم من دلوقتي اهو، اوعى تلعب مع الاسد، الاسد بياكل، لكن هتيجي تلعب مع القطه هتخربشك. فلما تلعب مع القطه مفيش مشكله هتخربشك، لما تلعب مع الاسد اللي هو الزمالك هياكلك. انا عايز اقول لك يا كابتن محمد عبد المنصف كلامك مظبوط، بس انت نسيت تبدل الاماكن. حطيت الاسد مكان القطه وحطيت القطه مكان الاسد. على طول تصريحات ما نعرفش بيجيبوها منين. لما يطلع برضو الكابتن اسامه نبيه ويقول لي نزلت على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينال كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق، ومش يعني قلبي يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش. عايز اقول لك حاجه يا كابتن اسامه، ازاي انت راجل ما يبقاش عندك ولاء وانتماء للفالنه اللي هتلعب ليها؟ ايا كان، بلعب في غزل المحله، بلعب في دمياط، بلعب في نادي درجه ثانيه، النادي ده متعاقد معايا بيديني فلوس، لازم ادي كل نقطه عرق. ما اقولش انا ما كنتش عايز اروح بالهجمه ولا عايز اجيب جول عشان خاطر ده حبيبي وناديه نادي الزمالك. فرق بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك في الاحتراف. اي واحد اهلاوي بيروح اي فريق حتى لو الزمالك، لان الاهلي رباهم على كده، علمهم على كده، عودهم على كده. ليه انتوا اصلا كزملكاويه بتاخدوا حاجات ثوابت عندنا، حاجات ثوابت، حاجات يقينيه، حاجات من التاريخ، وعايزين تنغصوها علينا؟ كل ما نيجي نفرح ترموا لنا كلمه في النص عشان نتكلم عليها، مره اليافطه، مره السبعه والتسعه، مره اكبر قلعه رياضيه في مصر. يطلع المستشار مرتضى منصور في يوم من الايام يقول انا مش هتكلم عن فنيات،
ولادنا رجاله بس احنا بنلعب الجن النهارده. كلميني عن العفاريت والجن. انا النهارده الزمالك كان بيلعب جن، مش عايز اصدق. طب عليا الطلاق من بيتي. الزمالك الشبكه مقفوله مش هيجيب ولا جول. الشبكه مقفوله. الشبكه مفتوحه. ادي الشبكه اهي. ده جوه ايه؟ وتنطوا ده قفل ولا مش قفل؟ ده فيها بقى اللي جوه ده بقى قرآن بالمقلوب. قفل مقفول وقرآن بالمقلوب. عايز اقول لحضرتك السحر والشعوذه كانت كلها كسبت بالسحر والشعوذه، كانت كلها صورت الشبكه في عقائد مغلوطه ومختلفه عنكم. بص في ورقتك، اتعب، اجتهد، خد بطولات، هتوصل للي انت عايزه. شوف الاهلي في جاب كبير بينه وبين الزمالك في كل حاجه. انتم ماشيينها بالكلام، احنا ماشيينها بالعرق والتعب والمجهود والاداره، لان اللي بيتعب بيلاقي، مش اللي بيتكلم بيلاقي. مقضينا تصريحات وتصريحات مستفزه، بتقولوا كلام خارج عن المنطق. الوحيد كابتن حسام احمد حسام ميدو برضه. برافو حسين لبيب، قدرت ان انت تلعب في مخ الاهلاويه. وطلع قال انا بثني على الكابتن حسين لبيب انه قال كده عشان يودي الاهلي في حته تانيه. كلام مظبوط. انا بقول لك يا كابتن يا ميدو كلامك مغلوط. عيب راجل عالمي زي حضرتك يسوق لحاجه كده زي كده، عيب يتكلم في كده. الوحيد اللي طلع وقال كلام كويس وقال عيب يا كابتن يا حسين لبيب كابتن خالد الغندور. قال رسالتي وجها لوجه اهو للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، حتى لو زعل. كابتن حسين لبيب، النادي الاهلي هو احسن نادي في افريقيا اخر السنين اللي فاتت دي. النادي الاهلي هو اكتر نادي حصل على بطولات في القاره السمراء. النادي الاهلي هو اكتر نادي او النادي الوحيد اللي وصل اكتر من مره لكأس العالم للأندية. عشان كده انتوا مش عايزين تدخلوا الكابتن خالد الغندور النادي عشان قال الحقيقه، عشان قال الصراحه، عشان قال هو اللي شايفه. ليه ما بنتعاملش بمكيال واحد؟ ليه بنتعامل مع مكيالين؟ قول اللي ليك، قول اللي عليك، قول صراحه ربنا. ما تطلعوش في الاعلام تقولوا اي حاجه على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيكسب بطوله ويعمل حاجه يستفز بيها نادي الزمالك، لان طول عمرنا بنحترم اداره الزمالك، بنحترم لعيبه الزمالك، بنحترم جماهير الزمالك اللي هم اخواتنا في البلاي ستيشن على القهوه، ضحك وهزار مع بعض. دي في الاول وفي الاخر حاجه ترفيهيه، كره القدم للترفيه مش المشاكل والخناق. بس بصراحه ربنا انتوا بتقولوا حاجات خارجه على العقل محدش مصدقها. ليه بتقولوا كده؟ وانا اسف، عايز اقول لكم ان انا طولت عليكم، اثقلت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.